أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي أبناء وبنات عمي، مرحبا بكم إلى النشرة الطنجاوية من طنجة تي في استديوهاتنا المركزية هنا بطنجة العالية. من طنجة نمر عبر مراسلين في مناطق متعددة عبر العالم، وطبعا المراسل متعدد الشخصيات، الأستاذ المحلل الدارس الباحث الأكاديمي الرأي المغربي، الطناز رقم 2 طبعا، لأن الطناز رقم 1 قد سبق وأن وسم به ووشح به الأستاذ سعيد أبرنس. الرأي المغربي بداية، الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الشمالية يستقبل رئيس الجزائر الجنوبية بن بطوش. هذا الاستقبال الذي لم نطلع بعد على تفاصيله، على اتفاقيات بين الدولتين والبلدين، اتفاقيات تجارية رياضية سياحية فلاحية سلاحية قلاحية قلاحية علاحية. هل من معطيات يمكن أن تتقاسمها مع مشاهدينا ومتابعينا أستاذ الرأي المغربي؟ السلام عليكم ورحمة الله. هنا من حمام مرداية الذي ورثته الجزائر عن الدولة العثمانية، استقبل فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية فخامة رئيس جمهورية تندوف الجنوبية الشرقية الصحراوية الديمقراطية. وقد انتقل فخامة الرئيس إبراهيم غالي من مطار مدينة تندوف عبر طائرة جزائرية، والطائرة كان فيها وقود جزائري، الفيول الجزائري، وقد تلقى إشارة الإقلاع من برج المراقبة الجزائري، وقد قاد الطائرة ربان طائرة جزائرية، وقد استقلت أو توجهت هذه الطائرة من أجواء الجوية للجزائر في ولاية تندوف، مرورا عبر بشار وتلمسان ووصولا إلى الجزائر العاصمة. أي أن هذه الطائرة لم تخرج من الجزائر، بل انطلقت من الجزائر في اتجاه الجزائر العاصمة. وقد وصل رئيس الجمهورية تندوف إلى مطار هواري بومدين، حيث لم يكن أحد في استقباله، بل أقلته سيارة تحمل الترقيم الجزائرية في اتجاه الحمام مرداية قصر المؤتمرات الجزائرية. وهذه برقية وصلتنا من ديكوين الاستخباراتية الخطيرة المجرمة التي فقصت بني عبد حزاق الذين كل ما هناك. فبالتالي وصلت هذه الرسالة لتؤكد على أن الجزائر تدعم الخطيرين والخطيرات والمتخطرين. وفي إطار نشر المعطيات إلى الرأي العام، كان في استقبال رئيس الجمهورية التندوفية الصحراوية إبراهيم رخيصات غالي، حيث استقبله فخامة تبون مرفوقا برئيس المستشارين ما نعرف جدبوه الكلب، وأيضا برئيس أركان الجحش الشعبي السعيد شنقريحة مقلش الودنين. وقد تباحث الطرفان الذي أيضا رافق كل من الرئيس قائد أركان الجيش الصحراوي الديمقراطي الشعبي في تندوف، وأيضا والي ولاية حي 48 في منطقة تندوف الرابوني. واستقبلهم الرئيس الجزائري بكعكة بحلويات وملفاي، كما عهدت الجزائر استقبال ضيوفها. من خلال ذلك تواصلت المباحثات، ولم يتم الإفساح عن أي اتفاقيات بحرية اقتصادية تجارية أو عسكرية أو أي شيء، بل فقط تم أخذ عدة صور ونشرها للبرادعة. وقد فتحت اللايفات من طرف قطيع مخينزو البوليزاريو على مدى 24 ساعة، فيما فتح الكراغلة الذباب الإلكتروني لايفات أخرى للتطبيل والتشييات لهذه الزيارة العظيمة، والتي سوف تحرر ما يسمى بالصحراء الغربية المغربية من الاحتلال الخطير المروكي المدعوم إسرائيليا أمريكيا صهيونيا عالميا وضد الشرعية الدولية. في انتظار خروج ميارة الدكتور الذي
وعدهم بتحرير الصحراء في 2024. ننتظر لايفه، وهل هذه الزيارة ستحررها فعلا؟ هل تبون سوف يفعلها؟ هل شنقريح سوف يطلق الصواريخ اسكندر وإزبندر وإهبندر وإنفندر؟ وهل سوف يطلق المناورات في اتجاه المروك، أم أنها ستعاد كما كانت الزيارة السابقة، يشرب دكة ويرجع التكة في الخيمة في مخيمات الربوني؟ من حمام مردايا بالجزائر العاصمة إلى استوديوهاتنا المركزية في طنجة. شكرا. الرأي المغربي كما قلت سنضرب عليها دكة، وسنعود إلى خبر ثاني، ويتعلق الأمر هذه المرة بافتتاح أول محل للKFC في الجزائر العاصمة. هذا الافتتاح الذي خاض فيه الجزائريون والجزائريات بعد اتهامات لهذه الشركة بدعم مفترض لإسرائيل، خرجت بعض النسوة المتضامنات مع الفلسطينيين الغزاويين معبرات عن تضامنهن مع فلسطين، لكن للشرطة والجيش الجزائري وقوات الأمن العمومي الجزائري بأمر من النظام الجزائري العسكري طاري رأي آخر: الهرمكة في ظهر ووجه كل من تسول له نفسه أو تسول لها نفسها التضامن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والرجال من هناك يصورون مقاطع فيديو انتشرت على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك والانستغرام، مقاطع يهين فيها النظام الجزائري مواطنين ومواطنات يتضامنون ويتضامن مع الفلسطينيين في غزة. ما هي آخر الأخبار هناك؟ هل تم اعتقال إحدى المتضامنات أم اكتفوا فقط بهرد وغرد المتضامنات؟ الآن بمناسبة افتتاح KFC في الجزائر، أكلة جديدة تنضاف إلى قائمة الأكل الموجودة على قائمة الKFC، أرجل الدجاج الجزائرية بطعم صوص ألجيريان، متوفرة الآن في محلنا الجديد في الجزائر العاصمة. وتحياتي لكم متابعينا الكرام مستمعينا. أنا الآن أمام مقر الجديد للشركة الأمريكية الصهيونية التي تدعم الكيان الإسرائيلي، والتي فتحت مقرا جديدا لها بالجزائر العاصمة بالموازاة مع العدوان الصهيوني الإسرائيلي على غزة، حيث يدك الفلسطينيون ويشرشمون وتهدم بيوتهم. فتعلن الجزائر التي هي مع فلسطين ظالمة ومظلومة عن افتتاح أول محل للشركة الأمريكية الصهيونية العالمية KFC في الجزائر، قلب النضال ومهد الثورة والمحاربة المدافعة عن الفلسطينيين. فيما صدم المتابع الفلسطيني والعربي والذي كان يرجو خيرا من الجزائر لتظهر حقيقة لطالما نادى بها المغاربة، أن الجزائر مجرد دولة الشعارات، الخرط لفلسطين والخرط للصحراويين المحتجزين. لذلك خرج بعض من النسوة الأحرار، فيما بقي كادر وتوتو والشيخات والبرادع البسطشيين، ينبحون ويزايدون على الفلسطينيين وعلى المغاربة في التيك توك. وخرجت نسوتهم نساء الجزائر للتظاهر ضد KFC وضد الشركات الصهيونية الأمريكية الداعمة للكيان، بينما رجالات الجزائر في التيك توك ينبحون على المغاربة وعلى الدولة المغربية وعلى أبرنوس وغيره. وبذلك نشرت هذه الفيديوهات على نطاق واسع، وتناولها المتابعون والمستمعون والمشاهدون. كيف لرجالات الجزائر أن يغيبوا عن التظاهر ضد الماركات العالمية الداعمة للصهيونية، بينما الجزائريون يتشوكرون ويظهرون عضلاتهم في النباح وتخرج النيف والتشوكير، وعلى رأسهم بونيف البسبيرية. أين هو الآن من الحديث عن فسح الجزائر المجال للشركات الصهيونية؟ خرجت النسوة الجزائر، فما كان من شرطة الجزائر التي لطالما تتغنى بالدولة الديمقراطية أن أعطت الكريموجين والزرواطة على ظهور النسوة الجزائريات. الفيديو لقي تفاعلا واسعا وانتشارا، فقد رميت النسوة بالكريموجين في أعينهن وصفعت على ظهورهن وضربن على بطونهن. ليظل السؤال: أين الرجال في الجزائر؟
أم أن علامة KFC ستوزع أرجل الدجاج بالمجان؟ تحياتي لكم من الجزائر العاصمة، من بلاد التشوكير والنيف، الخرط والشعارات والواقع يفضح. زرودية الجزائر. شكرا.